النجف بتاعك وسع جدا ووصل للمرحلة اللي انتوا شايفينها دي. النهاردة هقولك ازاي طبعا تغسلي النجف ويرجع معاكي كأنك لسه جايباه، وبتشيل الصدى تماما منه. طبعا انا جوزي جماعة كهربائي وشغال في النجف على طول، ودي الطريقة اللي بينضف بيها النجف على طول ويرجعه كأنه جديد. هنبدأ بقى في الفيديو على طول. اول حاجة هتعمليها ايا كان شكل النجفة بتاعتك، هتشيلي طبعا كل الحاجات اللي فيها وتكوني عارفة شكل النجفة. هتروحي على المطبخ كده او اي حاجة وتحطي مية سخنة من الكتل مش من السخان، تكون درجة الحرارة بتاعتها عالية جدا. وتيجي بقى تجيبي الخل دوت من الحاجات اللي بتشيل الصدى وما بتخليش اي نقطة صدى. وبتجيبي هنا الصابون العادي بتاع المواعين وتحطيه برضو في المية اللي بتغلي دي. وتجيبي بقى كل الحاجات اللي انت شلتيها، الازاز اللي عليه كل الاتساخات ده من غير اي ضحك ولا اي حاجة، هتلاقيه اول ما حطيتيه ودخل في المية، يعني لو نجفتك معظمها لشكل الازاز هتلاقيه نضف معاكي من غير اي حاجة. انا من اول ما حطيت اهو في المية السخنة، ده مش عايز ضحك ولا عايز اي حاجة، اللي هو الازاز والحاجات هي الكور ديت اللي شكل اللؤلؤ والحاجات ديت. مجرد ما تمسكيها بايدك، لو عملتي مسحتي بايدك كده بصوا هتطلع كل الاتساخات. شايفين يا جماعه؟ انا كنت عامله واحده قبلها، شايفين اللي بتطلع على ايدي ايه؟ طبعا النجفه وسخه جدا، لان انا دايما مفتحه الشبابيك والدبان دايما بيقف عليها، فعشان كده كانت وسخه جدا جدا. فانا بغسلها يعني في المناسبات كده. وبعد كده بتطلعي طبعا بتجيبي فوطه جنبك عشان لو هتطلعي حاجه تطلعيها عليه. بالنسبه بقى للحاجات اللي هي في النص ديت اللي بتبقى الصدى، بتجيبي بقى السلكه بتاعتك اهي وبتغسلي بقى. شايفين من اول ضحكه عملت ازاي؟ هتيجي برضو تاني وتغسلي بقى بايدك، هتنضف معاكي وتلمع كأنها لسه جايه. تمام. هتغسلي بقى كل الطريقه دي من اول ما تحطيها، هيتشيل معاكي صدى، هيبقى مجرد ما بتشيلي بالاسبنجة هيطلع معاكي على طول. تمام. هتغسلي بقى واحدة واحدة اللي هما البتوع اللي هما النحاس دول، ودول مسافة ما بتمسكيهم بايدك دول وتفركيهم من غير ضحك هتلاقيهم نطفوا. وعلى الفوطة بقى على طول عشان نطلع يعني هينشف على طول يعني ما تخليهوش يشبر ولا حاجة على الفوطة. وبعد ما ينشف هترجعي بقى ايه تعلقيهم تاني كلهم بنفس الطريقة بقى. انا بفرح جدا يا جماعة الحاجة لما بتبقى متسخة وترجع كده تلمع، حاجة كده بتبقى شكلها مبهج جدا، يعني انا بحب كده قوي. شايفين بقى النجفة بتلمع ازاي كأنك والله العظيم لسه جايباهم دلوقتي. شايفين اللمعان؟ دي من الحاجات اللي ما بتاخدش معاك وقت خالص، اللي هي الحاجات الازاز والحاجات اللي هي ديت يعني لشكل ازاز وكده. طبعا انا غسلت كله وهسيبه ينشف خالص. مش يعني بدل ما تمسكي كل واحده وتنشفيها، هو على الفوطه وبعد شويه هتلاقيه نشف. هتيجي بقى هنا برضو جوزي كان بيمسك كل واحده وبيرجع يركبها تاني، واللي فكك منها واحده بيرجع يعلقها، تقفلها كده بكل سهوله وترجعيها مكانها. وبعد كده يا جماعه بعد ما علقنا كل واحده في واحده، هنيجي بقى على النجفة ونرجع بقى ايه نركب النجفة زي ما كنا معلقينها. بتاخد بقى يعني هي بتاخد كورة واتنين من اللي هما الصغيرين دول. ده كان شكل النجفة بعد ما خلصت. طبعا لو حد جاي من بره هيقول ان انت لسه مشتريه النجفة حالا. نسيت اقول لكم ان انتوا تغسلوا الجسم النجفة بالبرد وبالخل والصابون. كده وصلت معاكم من اخر الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم.